الراجل ده مصري واداني السكوتر بتاعه زي العسل، وبصراحه السكوتر سريع موت. اجواء القصر تحفه جدا. ناس كتير تحفه يا جماعه، تحفه. الناس يا جدعان قاعدين بتفطر على الصبح، الجو رايق جدا، ناس رايقه، المزيكا جامده جدا. But Trieste it's more because this Italy يعني. Okay, nice to meet you. Thank you. دي الحدود الإيطالية يا جماعة. كده يا جماعة احنا دخلنا إيطاليا، محدش قال لنا انتوا رايحين فين ولا جايين منين. قلت لهم سلام عليكم، قالوا لي سيا اي بونجورنو. ادخل إيطاليا يا معلم. From Italy? You have fish? Thank you. تحفة. حتة يخت هناك يا جدعان شكله غريب جدا. يا تريستي يا تريستي يا تريستي، ايه الجمال ده يا تريستي، تحفة جدا يا تريستي. فكرتني جدا باسكندرية. لو انت موجود في سلوفينيا تحديدا تعالى تريستي بالظبط ساعة وهتنبسط جدا. وانا شايف ان الاسعار كويسه قوي. واحنا خلاص المفروض سايبين لوبيانا وطالعين على تريستي. تريستي دي المفروض انها مدينه ساحليه على البحر على حدود سلوفينيا، والمفروض انها مدينه ايطاليه بتبعد عن هنا بالظبط ساعه، وهي على الحدود السلوفينيه، ومفروض انها تعتبر تبع ايطاليا. يلا بينا. احنا على الطريق ولسه في سلوفينيا، والمفروض ان الساعه دلوقتي 6:30، وعلى اساس ان احنا نوصل 7:30 تريستي. وقلنا نقف نحط بنزين. ايه الاخبار يا عمر؟ فولت يا معلم؟ فولنا 68 اورو. 68 اورو اديله. يورو ينطح يورو. وحاليا وصلنا لحدود ايطاليا، ودي الحدود الايطاليه يا جماعه، يعني دي الحدود الايطاليه السلوفينيه. دي الحدود الايطاليه. السلام عليكم. دي الحدود الايطاليه يا جماعه. كده يا جماعه احنا دخلنا ايطاليا، محدش قال لنا انتوا رايحين فين ولا جايين منين. قلت لهم سلام عليكم، قالوا لي سيا اي بونجورنو. ادخل ايطاليا يا معلم. يعني احنا دلوقتي يا جماعه في الاراضي الايطاليه، خلاص سيبنا سلوفينيا ودخلنا ايطاليا، وبالتحديد مدينه تريستي. يلا بينا. وطبعا زي ما احنا قلنا مدينه ساحليه وفيها بحر، وتعتبر من اجمل مدن ايطاليا. خلينا نشوفها مع بعض. بس يا جماعه بصراحه الشمال الايطالي اكيد تحفه جدا، واكيد طبيعه غريبه جدا، لان هو اصلا لازق في سلوفينيا، وسلوفينيا كلها طبيعه ملهاش حل. يعني احنا دلوقتي في الشمال الايطالي نفس النظام، الجبال، الخضره، الطبيعه، لانها اوريدي على حدود سلوفينيا، فاوريدي كلها برضو نفس الجبال ماشيه، يعني مش هتيجي عند الحدود الايطاليه والجبال هتقف. يعني الشمال الايطالي نفس الجمال اللي انا شفته في سلوفينيا موجود هنا، نفس الطرق. بصراحه الشمال الايطالي عموما تحفه جدا، وكله خضره وكله جبال، ولسه هنستكشف اكتر. حاليا احنا بعد ما عدينا الحدود بالظبط ب10 دقايق بقينا شايفين الاطلاله الروعه دي. مدينه جميله جدا. الجو الايطالي مختلف، اليوفط الايطاليه وانت ماشي كده مختلفه تماما. اوبسانيا 100 euros how much? تريستي. بص انت اكيد طبعا حسيت بفرق سلوفينيا وايطاليا اكيد. بص العماير، ما كانش في عماير خالص في سلوفينيا، انا لفيت ما شفتش ولا عماره. بص الابراج اللي هناك والعماير اللي هناك دي، مفيش الكلام ده خالص في سلوفينيا. انت متخيل اختلاف الثقافات ما بين ساعه او ساعتين قد ايه البلد اختلفت بنسبه 180 درجه؟ شفت اول ما طلعت شجر جه ازاي؟ على طول حظي رايق. بقى لي 10 دقايق من غير شجر. اتفضل يا عم. طب مش مشكله اصور الفيو. بص العماره دي، انا نسيت شكل العماير والله من سلوفينيا. المفروض ان سلوفينيا الجبال فيها بيوت، هنا الجبال فيها عماير. يا نهار ابيض.
ايطاليا يا جماعه 59 مليون بني ادم، سلوفينيا كلها 2 مليون بني ادم، فطبعا في فرق كبير جدا. هناك البيوت قليله وصغيره، اقصى حاجه دور دورين. هنا يا باشا الجبال فيها عماير، يعني الجبل فيه عماره اصلا، انت متخيل؟ الجبل فيه عماره فيها 7 8 ادوار فوق جبل، يا نهار ابيض. فرق 180 درجه ما بين سلوفينيا والشمال الايطالي في ترياستي. اختلاف 180 درجة ما بين سلوفينيا وما بين الشمال الإيطالي هنا، 180 درجة، مفيش وجه مقارنة. عماير كتير جدا، انتوا أكيد شايفين الفرق، عماير عماير عماير. والله يا جماعة مدينة ترياستي دي فكرتني باسكندرية جدا. بص السلم اللي نازل من فوق، بحر متوسط يعني اسكندرية، وهنا حرفيا شبه اسكندريه جدا. بص السلم طالع فوق النفق مع العماره، واو يا جدعان شكلها غريب جدا بصراحه. فوق جبل، ومفروض ان هم بانيين البيوت فوق الجبل وبانيينها ب4 5 ادوار، عاملين نفق في وسط الجبل، غريبه جدا بصراحه. المفروض انها مطله على البحر المتوسط. اسكندريه وش. عموما يا جدعان ايطاليا برضو الستايل ايطالي مع النمساوي. شوف احنا كنا فين يا معلم وبقينا فين. الدنيا بقت حيوية بنسبة 100%. فين الكلام ده؟ ايه يا عم الدبابة اللي هو سايقها دي؟ دماغه تعبانة جدا. ده اللي ورا ده الفندق، عمالين نلف بقى يا معلم عشان نركن، مفيش أي ركنات خالص، مفيش ولا ركنة. واخيرا وصلنا فندق ترياستي والحمد لله كل حاجه صبح. الغرفه طبعا زي الفل، وعمر اكيد هينام على الارض، مشاكله ما بيحبش ينام جنب حد. والشطافه هنا مش مصدقها حرفيا، والشارع تحفه. حاسس نفسي دي جابر اسكندريه جدا يا جدعان، بحر متوسط وشوارع نفس اسكندريه جدا، طلعات ونزلات تحفه بصراحه. بس يا جدعان مفيش باركنج هنا خالص. عمر حابب البلكونه جدا. عايز يفتح الشباك باي طريقه. خلاص يا معلم، مش لازم يا معلم يتفتح خلاص. عمر اخيرا فتح الشباك. واخ يا عمر، واخ على البنايات الايطاليه الاسكندرانيه. وخلينا نظبط الدنيا وننزل نشوف الدنيا فيها ايه. يلا بينا. الدنيا هايصه يا جماعه. خلي بالك ده عادي، كافيه عادي جدا يعني. Non vediamo l'ora. Non avevo la لا يا عم لا عادي. بعد الشيء تجذبهم هذا الشيء انه يكون هيك، يعني انه بيعرفوا انه لندن دائما معبايه فهموا كانوا يروحوا يعني. هذا عامل لك هاي فايف. هاي فايف. يعني هي اجواء مختلفه، واحسن حاجه في السفر ان لازم تلاقي اجواء مختلفه، لازم طول الوقت يكون في اجواء مختلفه، فهي كده بقى. واو المباني عشان ايطالي يعني. لا ايطاليا جميله يا جماعه بجد. واو جامده بصراحه. اول ما بتخرج من بلد وبتخش بلد تانية
كل حاجه بتتغير، كل حاجه بتتغير حرفيا، من اول شبكه الموبايل لحد الناس والاكل والشرب والعادات والتقاليد والشوارع، وكل حاجه بتتغير حرفيا. ايه ده يعني بجد. يعني شوف احنا كنا فين؟ سلوفينيا، طبيعه، خضره، جبال، هدوء، شوارع فاضيه. بص هنا يا معلم الحياه عامله ازاي. الحياه عدي الشارع، حاسب، اجري، مش عارف ايه، يعني حوار، تحس كده ان في سسبنس، يعني اغاني تحفه، بحيره جامده. طبعا وانت بتلاقي البحيره في مكان فيه حاجات وفيه حياه، بتحس برضو بطعم البحيره. هناك بحيرات كتير جدا. ودي كانت جولتنا بالليل في ترياستي، وخلينا نشوفها بكره الصبح. يلا بينا. ودي ترياستي الصبح، والجو طلع تحفه جدا ومختلف تماما، خصوصا ان هي على البحر. هناك الكروزات والسفن والقعده والبحر والقنوات المائيه، شغل عالي جدا. بصراحه يا جدعان المدينه ديت فكرتني جدا باسكندريه. الاحياء، البنايات او العمارات، الشبابيك اللي هي تحس انها بالطبع الاسباني على اليوناني على الايطالي. حاجات هنا يا جماعه غريبه جدا بصراحه، انا مش فاهم ده ايه ده. عمر جاب لنا شويه حاجات. اه يا عمر، كنا نفطر، كنا احلى فطار. على فكره يا جماعه انت لازم تشتري كيس في اي مكان بتروحه، يعني مفيش حد بيديك كيس مجانا. اي حاجه هتشتريها لازم تدفع لها كيس. بونجورنو من ترياستي يا عمر. بونجورنو من ترياستي. جبنا الفطار ورايحين نفطر ونازلين نكتشف المدينه مع بعض. يلا بينا. بس بصراحة ما راح نطول بالمدينة. لأنه المحطة اللي جاية تعجبكم جدا يا جماعة. أيوه بجد المحطة اللي جاية تعجبكم جدا جدا جدا. بالظبط. هي عاملة زي كده برضو. بس على أقوى شوية. هي بس أحلى. جورنو جورنو. جامد أوي أنت بتتكلم إيطالي. بونجورنو 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 بونجورنو. وأنت لو عايز تقول لأي حد بليز، بدل ما تقول له بليز قول له بورفابور. بورفابور. خليك تحس انت في مصر. هاي. خليك تحس ان انت في بلد يعني اسكندريه جدا يا جدعان، والله العظيم اسكندريه جدا. لكن على الجبال. بورفابور. بونجورنو. وهنا لو عايز تعمل مساج. بص فندق اسكندراني، فندق اسكندريه على البحر. الفنادق هنا اسكندراني. الناس يا جدعان قاعدين بتفطر على الصبح، الجو رايق جدا، الناس رايقه، المزيكا جامده جدا. واي مدينه ساحليه بصراحه بيكون ليها جو مختلف تماما، خصوصا الصبح. هي بالليل كانت مش مفهومه قوي بالنسبه لي، بس الصبح الدنيا وضحت خالص. صعب جدا. جامده، الهوا جامد، حاسس ان انا على شط اسكندريه حرفيا. الجو الايطالي مختلف، الناس الايطاليين هنا تحس ان هم بشوشين شويه كده، شبهنا شبه المصريين قوي، غير السلوفينيين مثلا. انا ما شفتش حد سلوفيني او ناس هاديه وكيوت قوي، ومعظمهم تحس ان هم مهندسين. لكن هنا الايطاليين بيشتغلوا اي حاجه، بيروحوا بيجوا طلبه، في شعب، في حركه، في ناس جامده جدا طبعا. واصلا كل الناس بتيجي من حوالين ايطاليا على ترياستو دي على اساس انها مدينه ساحليه، زي ما احنا بنروح اسكندريه كده. يا جدعان النورس هنا كبير جدا، يعني حجم النورس كبير جدا. يعني مش عارف، احنا عندنا نورس في مصر صغير شويه، هنا النورس قد البطه، كبير جدا. اجواء ولا اروع، عجبتني جدا. وهنا احنا بنعدي الطريق على اساس ان احنا نبص الناحيه التانيه على البحر، شوف المنظر. شورى فتحت يا معلم. واو جميله جدا. اول ما بتطلع على البحر كده بتحس براحه نفسيه غير طبيعيه.
الناس اللي بتصطاد هنا بتصطاد بطريقه بروفيشنال جدا. جايب العده معاه. هاي هاو ار يو؟ جايب العده والشنطه. فروم ايطالي؟ Italy. يو هاف فيش؟ ثانك يو. عسل يا جماعه، الناس اللي طالعين هنا عسل جدا، بشوشين كده وبيضحكوا، ما تحسش كده ان هو قافل، لا بيتكلم كده وبيضحك وبياخد ودي، ما بيقلقش من اي حوار يعني. جامده جامده. بص بقى الجبل مع الاطلاله مع البحر، واخ واخ يا زلمه، على راي عمر ايه الجمال ده، تحفه تحفه. والجو جامد جدا، الهوا تحفه. اكتر حاجه جميله في الاماكن اللي هي الساحليه ان طول الوقت انت حاسس بهوا، هوا تحفه. حته يخت هناك يا جدعان شكله غريب جدا. يا تريستي يا تريستي يا تريستي، ايه الجمال ده يا تريستي، تحفه جدا يا تريستي. اقسم بالله انبسطت يا تريستي. جبال وطبيعه وبحر، الله الله يا عم شفيق، ايه الجمال ده، تحفه يا جدعان. الهوا تحفه يا جدعان. اكتر حاجه بتحسسك بالانتعاش الهوا. يعني سلوفينيا كانت تحفه، خلاص احنا مش عايزين نتكلم على سلوفينيا تاني، بس حاليا تريستي. تريستي يا جدعان في الشمال الايطالي، اجواء اسكندراني على ساحلي على بحر متوسط، جمال، حاجه تحفه جدا. وخصوصا ان البحر المتوسط مع سلسله جبال كده كبيره جدا وطالعه، مع البيوت اللي فوق الجبال ديت، المباني، البحر، الكروز اللي واقفه هنا، اليخوت، بجد يا جماعه الاماكن تحفه جدا. حتى محلات الايس كريم هنا جامده جدا، محطوطه بعربيه شكلها شيك، محلات ايس كريم. جو عالي جدا يا جدعان. بصراحه انا انبسطت في ترياستي جدا. واكتر حاجه هتشدك هنا ان الاسعار عاديه جدا. يعني انا مش حاسس ان انا في مدينه غاليه، حاسس ان انا في مدينه عاديه جدا من ناحيه اسعار كل حاجه. يعني انا شايف ان المدينه كمدينه سياحيه كل حاجه فيها ممتازه، الميادين، الاسواق، الكافيهات، كل حاجه حلوه يعني. وفي نفس الوقت بتخليك عايز تتمشى كتير، لان طول الوقت انت حاسس بهوا جاي لك من كل مكان، لانك انت على البحر. فالمدينه بجد تستاهل الزياره. واللي عجبني بقى اكتر ان انت طول ما انت ماشي شايف الجبال الخضراء والبيوت في كل مكان. يعني يا جماعه هنا في طبيعه، وفي نفس الوقت في حداثه وفي تاريخ وفي مباني تاريخيه. انا شايف ان المدينه دي يا جماعه تستاهل الزياره، ومدينه تريستي دي تعتبر مدينه جميله جدا. الناس كلها مستمتعه، في حركه على طول، فطار غدا عشاء، ناس رايحه ناس جايه، زحمه. يعني تحس ان هي مدينه فيها سياح يعني، او مدينه اكتف، في سسبنس طول الوقت. بجد عجبتني جدا. فيها كل الستايلات اللي انت عايزها. يعني اي حد يجي هنا هيلاقي الذوق بتاعه موجود، ايا كان الذوق بتاعك هيكون ايه هتلاقي هنا. ذوقك بحر هتلاقي بحر، ذوقك مباني تاريخيه هتلاقي مباني تاريخيه، هدوء وكافيهات مريحه هتلاقي هدوء وكافيهات مريحه، ناس وزحمه في اماكن فيها ناس وزحمه، فضا وروقان هتلاقي فضا وروقان. بجد المدينه جميله جدا. في دماغك شوبينج هتلاقي شوبينج. بجد ترياستي هنا يا جماعه ما تتفوتش. لو انت موجود في سلوفينيا تحديدا تعالى ترياستي بالظبط ساعه وهتنبسط جدا. وانا شايف ان الاسعار كويسه قوي. عموما احنا كده كده اكتشفنا المدينه واكتشفنا مدينه جديده. انا اول مره اجي ترياستي واول مره اجي ايطاليا. الثقافه الايطاليه عجبتني جدا. ايجيبتو Egipto eat most going Egypt. Alexandria same white sea have same country but Trieste it's more because this Italy يعني. Okay nice to meet you. Thank you. عسل يا جدعان. الناس بتحب مصر جدا وكل واحد بيوقفني بقول له مصر بينبسط قوي. بصراحه يا جماعه وانا ماشي شفت الكلب ده صدمني جدا. انا مش فاهم بقى يعني نوعه ايه بس حجمه كبير قوي. واخ واخ ده هياكلني. واخ ده لو هجم عليا. بس يا جماعه الكلب عامل ازاي؟ واخ كلب كبير جدا. انا مش فاهم احنا عندنا الانواع دي ايه؟ طيب
يا جماعه اللي يعرف نوع الكلب ده يقول لي. وكده كانت رحلتنا خلصت في الفندق الغريب جدا دوت. احنا رايحين دلوقتي نستكشف ترياستي ونشوف المدينه اللي شبه اسكندريه جدا دي. عمارات الشبابيك بتاعتها طويله كده وتحس ان هي مختلفه تماما عن اي دوله اوروبيه. ايطاليا غير يا جدعان بصراحه، يعني الثقافه الايطاليه مختلفه تماما